تعال احكي لك بعد ما عملت الجدول اللي فيه الموقف اللي انت عملت فيه التسويف وفيه الافكار والمشاعر بتاعه التسويف، هنعمل ايه بالجدول ده؟ قبل ما اقول لك ده خليني احكي لك موقف صغير. تخيل انت رحت اشتريت تذكرة قطر في الميعاد الفلاني، قطر الساعة 2 القاهرة اسكندرية، ومعاك التذكرة دلوقتي دي قيمتها 100 جنيه، ورحت في الميعاد ركبت القطر وصلت اسكندرية. يبقى انت حطيت الفلوس، الاستثمار اللي انت عملته وعمل النتيجة بتاعته. تخيل انت بقى التذكرة دي بتاعت القطر بتاع الساعة 2 ده، انت اصلا نزلت من البيت الساعة 3، فوصلت المحطة لقيت القطر طلع. يا اما هترجع البيت تاني، يا اما هتضطر ان انت تضرب الاستثمار اللي انت عملته او الفلوس اللي انت حطيتها بان انت تجيب تذكرة جديدة، يا اما هتضطر ان انت تركب القطر وانت واقف، يا اما هتزوغ من الكمساري. بس في الاخر انت ضيعت الاستثمار بتاعك. البروكاستينيشن بيعمل معانا نفس الفكرة. حاجات كتير جدا احنا لما بنعملها في وقتها بيبقى لها كوست معين، بيبقى لها تكلفة علينا من فلوس، من مجهود، من علاقات. لكن لما بنأجل وبنسيبها، في الغالب المجهود والفلوس والعلاقات والحاجات اللي احنا بنحطها في الحاجة دي بتبقى أصعب وأصعب، أغلى وأغلى. لما بنشوف اوفر وبدل ما نشتري فيه بنستنى لغاية لما يخلص، بنشتري نفس الحاجة بسعر أغلى. فبالتالي هناخد المواقف دي وهنفكر في ايه الحاجات اللي انا خسرتها لما انا عملت التسويف او التأجيل، وايه الحاجات اللي كسبتها لما عملت التسويف. في نفس الموقف ده هنطلع منه مكاسب وخسائر للتفكير اللي انا عملته للتسويف. ده اول حاجة هنعملها. تاني حاجة هنعملها اننا هناخد الافكار اللي طلعت، اللي هي مخنا طلعها عشان يخلينا نعمل بيها التسويف، وهنبدأ نحط لها حاجة اسمها افكار بديلة. يعني لو طلعت الفكرة دي تاني، يا عم كبر دماغك، لا انت مش هتطلع الاول، لا الموضوع ده صعب عليك، لا الموضوع ده كبير، لا انت مش عايز ان انت تروح للخطوة اللي بعدها. دي الافكار اللي طلعت. هنبدأ نحط الأفكار دي حاجة اسمها أفكار بديلة. يعني هنكتب كلام لنفسنا، جوابات لنفسنا أو رسائل لنفسنا، هنبدأ نستعمل الرسائل دي نقراها لنفسنا ونقولها لنفسنا بعد كده لما أفكار التسويف دي هتطلع. يبقى اللي مطلوب حاجتين: واحد، إن أنت تكتب الأرباح والخسائر اللي حصلت عشان أنت عملت تأجيل قبل كده أو procrastination قبل كده، لكل موقف بالموقف بتاعه. 2، إننا هنكتب ردود للأفكار اللي حصلت اللي خلتنا نعمل البروكراستينيشن، هنكتب ردود ترد عليها عشان بعد كده نقراها. قوم بقى اعمل الكلام ده وما تسوفش إن أنت تعمل المجهود ده.